السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أهلا وسهلا بك في بلا قيود. شكرا جزيلا أختي العزيزة. أهلا بك. إذا نتحدث عن القرار 2797 ونريد أن نفهم، هل هو انتصار دبلوماسي للمغرب؟ أكيد هو انتصار دبلوماسي للمغرب بكل المعايير، لأن أولا هو يكرس الحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء، كما في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه. هو كذلك انتصار لأنه يعتبر انتصار ضد الانفصال، لأنه ممكن نعتبره بمثابة فيتو واضح ولا رجعة فيه ضد كل متاهة ديال الخلق أو زرع أي كيان انفصالي في الصحراء المغربية. هو كذلك انفصال للأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تنتقد أن ليس هناك حلول للمشاكل التي تطرح عليها. مجلس الأمن أماله شيء مجمدة ولكن محوسة، لأن ما فيه اتفاقات بين الدول العظمى. جاءت قضية الصحراء والحمد لله كان هناك انفراجة، كان هناك لأول مرة منذ 2007 يعني حل واقعي وممكن تطبيقه ومقبول من طرف المجتمع الدولي، لأن الحل الذي طرح في إطار هذا القرار هو الحلول التي تنادي عليها تقريبا 120 دولة في العالم. طيب، تنادي يعني خلينا نغوص في تفاصيل القرار بصياغته قليلا بعد إذنك سعادة السفير، لأنه قيل إن الصيغة ملتبسة بها تناقضات. يعني عندما يقول القرار إنه هذا الخيار هو أن يتم النظر في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، وفي نفس القرار في جزء سابق يقول مع مراعاة المبادئ ومن بينها مبدأ حق تقرير المصير. أليس هذا تناقضا؟ لا أبدا، ليس هناك تناقضا، لأن يقولون هذا الاتفاق لازم يكون على أساس مبادئ الأمم المتحدة. فهل تختزل مبادئ الأمم المتحدة فقط في تقرير المصير؟ فيه الوحدة الترابية، ميثاق الأمم المتحدة ينص على الوحدة الترابية، ينص على احترام الحدود، ينص على حسن الجوار. طبعا كاين هناك تقرير المصير، تقرير المصير في المبدأ الأول ديال الأمم المتحدة ديال الميثاق، ولكن لما نمر يعني البند الثاني من الميثاق يقول أن المبادئ اللي بيناتها مبادئ حسن الجوار وحلول المشاكل بالحوار والوحدة الترابية تاع البلدان وأمنها لازم تحترم هذه القوانين على أساس ومن بينها حق تقرير المصير الذي يتنافى مع فكرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. أين الحق في تقرير المصير إذا لم يجرى استفتاء؟ لا، أولا الاستفتاء هو أداة. القرار لم يتكلم على الاستفتاء. الاستفتاء دفن نهائيا منذ ربع قرن، والأمم المتحدة وضعته جانبا وتتكلم على الحل السياسي. ما معنى الحل السياسي؟ الحل السياسي هو حل توافقي مقبول من جميع الأطراف، وممكن طيب خلينا نتحدث على أساس عن جميع أن الأطراف تتفق على كيف سوف يكون هذا الحل. طيب خلينا نتحدث عن الأطراف. هذه البوليساريو يعني عندما رحبت بالقرار لكنها قالت إنها لا تزال متمسكة بفكرة حق تقرير المصير، ثم هناك من وجد في فكرة التفاوض بدون شروط مسبقة كما يقول القرار أيضا يعني تناقض آخر، هو أنه تحت فكرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. إذن هذا شرط مسبق في حد ذاته ترفضه البوليساريو. حق البوليساريو ترفض، ولكن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الآن صار قانون، صار في إطار، صار تبناه مجلس الأمن، ما بقاش فقط يعني طلب مغربي.
أكيد احنا كنا نطالب بهذا تقريبا منذ 2007، ولكن الآن دخل في نص الأدبيات. كيف تبنته الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة تقول شرط مغربي. البوليزاريو هو الذي يشترط أن تكون في تقرير المصير، ولكن سفير عمر يعني السفير عمر يعني فكرة أنه طرح كحل قد يمكن أن يكون بنص صيغة القرار، يمكن أن يكون الأكثر جدوى. هذا لا يستبعد الحلول الأخرى ولا يقول أن هذا هو الحل الذي يتبناه مجلس الأمن. ولكن لماذا لا يتبناه مجلس الأمن ما دام هو يقول يعطيه قوة قانونية وقوة ولكن هل هو الحل الوحيد؟ باعتباره أنه هو الحل الوحيد الذي ممكن أن يطبق، وليس حلول أخرى أو أفكار أخرى ممكن أن تطرح على الطاولة وتناقش. لماذا مفردة يمكن إذن؟ لماذا مفردة يمكن أن يكون أو أن يشكل الحل الأكثر جدوى؟ شوفي أختي العزيزة، قرارات الأمم المتحدة دائما فيها قراءات متعددة، ولكن النص يفرض نفسه، اللهجة تفرض نفسها، واللهجة التي تفرض نفسها هو أن يتكلم على حل مبني على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. كيف يعني يعتبرون قراءات متعددة أو لا وأنت أدرى مني، يعني تصاغ القرارات أحيانا بشكل فضفاض عمدا لكي تخضع لتفسيرات متباينة ولا يلزم مجلس الأمن نفسه بتفسير واحد. يعني إذا كان هذا هو الحل الوحيد لقيل في القرار هذا هو الحل الوحيد، هذا لم يحدث. قيل أو لم يقال، كل القرارات كما قلت وأكرر عندها قراءات، كل واحد من المنظار ديالو الخاص، ولكن الأساس العمق هو أن الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي هو الذي سوف يكون فوق الطاولة. الحكم الذاتي تكرر 6 مرات. لماذا؟ اطرحي هذا السؤال على نفسك أختي العزيزة. لماذا أعضاء مجلس الأمن 15 قرروا أنهم يعيدوا تكرار الحكم الذاتي 6 مرات؟ يعني أنا لست مضطرة للخوض في يعني لإحصاء عدد المرات. سفير عمر ستيفان دي مستورة تعقيبا على هذا القرار يقول القرار يوفر إطار عمل فقط ولا ينص على النتيجة. مسعد بولس أيضا استنتج أن هذا أحد الحلول المقترحة. تقرير الحكومة البريطانية الخارجية البريطانية نفس الشيء. أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري القرار لا يعني أن المغرب نجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري. أولا احنا لو أردنا أننا نفرض الحكم الذاتي لفرضناه على أرض الواقع بدون استشارة أحد، لأن اقتراحنا تاريخه يرجع ل 2007. نقطة أولى. نقطة ثانية، المغرب كان دائما ينادي للتفاوض، ينادي لحل توافقي مقبول من جميع كل الأطراف. ثالثا، المغرب ملتزم بالعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. رابعا، تكلمت على الأستاذ دي مستورة، هذا طبعا ماشي تفسيره، لأنه هو كما تعلمين مسير ومفعل وليس مفاوض ولا وسيط، فما يمكنش له أنه يأتي قبل ما تبدأ المفاوضات ويقول هذه هي قراءتي. عنده الحق يتكلم للصحافة، ولكن احنا غير متفقين مع هذا النص. المهم هو ماذا سوف تنتج عنه المفاوضات بين الأطراف. إذا كان عنده الأطراف عندها أي شيء، الجزائر، بوليزاريو، موريتانيا، فالطاولة المفاوضات هي المكان الأنسب وليس في الصحافة. طيب. طبعا الصحافة بعض المرات عبارات تخرج على السياق ديالها وتعطى لها تفسيرات غير التي أرادها أولئك الذين نطقوا بها. طيب، على ذكر الجزائر أريد أن أتحدث يعني معك في موقف الجزائر. الشمس في النهار. لماذا وأنت طبعا خبير بأروقة الأمم المتحدة، لماذا انسحب الوفد الجزائري أو ممثل الجزائر من الجلسة حتى لم يصوتوا ضد؟ ما معنى هذا الانسحاب؟ ما رمزيته؟ أولا أريد أن أصلح سميته
لم ينسحبوا، بالعكس جلسوا. هم لم يصوتون على القرار كما لم يصوتوا المرة اللي فاتت، على السنة اللي فاتت على القرار، بعد أن رفض أعضاء مجلس الأمن اقتراحاتهم فيما يخص بعض المسائل اللي كانوا يريدون وضعها في القرار. كيف يفسر في مفهوم مجلس الأمن أن بلد معني يعني يصوت عليه من طرف كل الدول ليكون عضوا في مجلس الأمن، وفي الأخير يتهرب من مسؤوليته ولا يصوت على شيء أو موضوع هو دائما يقول أنه معني به؟ فالتفسيرات التي يعطوها محللين، مش تفسير قانوني، تفسير المحللين هو أن الدولة لما تقرر أنها لا تصوت على قرار، خاصة لما تكون عضوة في مجلس الأمن، هذا يعني أنها عندها موقف خاص لها ويمس مصالحها الاستراتيجية أو السياسية أو جيوسياسية، ولذا لا تريد أن تلتزم لا بالصمت، لا بأن ما تصوتش الابستنشن ولا توافق عليه ولا تصوت ضده. هذا موقف مقبول في إطار أدبيات مجلس الأمن. طيب هذا الموقف من الجزائر يعني ما يعني؟ هل تعمدت مواراة العلم الجزائري خلف الأمريكي في المؤتمر الصحفي سفير عمر كما شاهدنا في الفيديو والذي يعني نقلت كمفارقة؟ لا هذا غير صحيح. هذوك الذين وضعوا الفيديو في الويب ولا في السوشيال ميديا اقتطعوا الكثير من هذاك الفيديو، لأن أنا العلم الجزائري على راسي وبقبله. العلم الجزائري أنا عملت مظاهرات لما كنت لسه طفل صغير من أجل استقلال الجزائر، وكم بكينا بسبب الغازات. لا، فالعلم الجزائري نحترمه ونكن له التقدير، لأن عدم بلد جار لنا وأخ لنا. اللي حصل كما قلت لك هو أن الذين يبحثون على المشاكل في المياه العكرة اقتطفوا البداية والنهاية ديال الفيديو. كنت أنا والسفير الجديد ديال الولايات المتحدة في المغرب، لأنه حضر للجلسة ديال مجلس الأمن وقال لي يلا ناخذ صورة سوا لكي نخلد هذه الذكرى، خلد هذه اللحظة. فطبعا مشينا وأظهرنا العلم الأمريكي حتى يكون ورانا، ولم نمس لا أنا ولا هو العلم الجزائري. وطبعا أخذنا الصورة ورحنا، هو عمل تصريح للصحافة هناك وأنا ابتعدت عنه، ولكن لم يكن لا في نيتي ولن أعمل هذا دائما، لأن هذا ماشي من أخلاقيات. لا. طيب خلينا نتحول لنقطة أخرى، لأن مئات ومئات من التعليقات وردتنا على التواصل الاجتماعي. أسئلة لكم: إذا كانت الصحراء مغربية حقا، لماذا تقترحون لها حكما ذاتيا أصلا؟ سؤال جيد. لماذا؟ لأن نريد حسن الجوار مع إخواننا الجزائريين، لأننا نريد أن نحل مشكل علق مسيرة المغرب العربي لتقريبا نصف قرن، لأننا عندنا إخواننا في المخيمات اللاجئين في تندوف، نريد أن يرجعوا لعائلاتهم، لدواويرهم، لمدنهم وإخوانهم وأخواتهم، لأننا هذه حسن نية من المغرب. تذكروا في البداية كنا نقول دائما الصحراء مغربية فول ستوب ولا نتكلم على أي شيء، ولكن كانت هناك يعني تدخلات من طرف الأمم المتحدة، من طرف بلدان صديقة ولنا معها أخوة وعلاقات قوية، طلبوا منا أننا ننخرط في مسار سياسي لكي نحاول أن نرضي البعض ونعطي فرصة للجزائر لحفظ دم وجهها، وكذلك لتمكين المجموعة المسلحة التي موجودة في أراضيها أن ترجع للصحراء،
ولكي طيب إذا يعني رغبة في التهدئة وجنوحا إلى السلم، أنا أفهم هذا، ولكن السؤال المقصود به لماذا، ما خصوصية الصحراء لتحصل على حكم ذاتي؟ يعني ألا ينسحب هذا على أقاليم أخرى مغربية إذن؟ الأقاليم الأخرى لا تدعي أنها ولا أحد فيها يدعي أنه يريد الانفصال. الحمد لله، ما الدولة المغربية يعني تاريخها 12 قرن ما كانش فيها الانفصال، ما كانش فيها الاستعمار، كان هناك بعض الدعوات لاحتجاجات الريف. كانت هناك صحيح احتجاجات، ولكن ليس للانفصال، احتجاجات لأسباب يعني مطالب اجتماعية، وكانت سلمية، وكانت دائما تقوم احتجاجات تنتهي وكل واحد في آخر النهار يدخل لبيته بدون أي إشكالية. طبعا لما تكون الاحتجاجات في كل بلدان العالم، لا في لندن ولا في واشنطن ولا في باريس ولا في أي حتة أخرى، لما لا الاحتجاجات لا تحترم القانون ديال البلد، طبعا هناك المصالح الأمنية التي تتدخل وتفرض القانون وتحافظ على سلمية المسيرة وكذلك على سلامة الأشخاص. إذن الإجابة أنه يعني لا ينسحب الأمر على بقية الأقاليم. طيب، ستيف ويتكوف تحدث عن جهود أمريكية لإنجاز مصالحة مغربية جزائرية في غضون شهرين، مر منهما شهر حتى الآن، هل هناك جديد؟ والله هو الذي قال هذا، ممكن تطرحوا عليه السؤال. أنا ما عنديش تفسير. لا تبدو مؤشرات، يعني هل لديك أي مؤشرات؟ العموم حنايا أنا شخصيا، أنا بتكلم شخصيا، ما عنديش أي شيء، ولكن طبعا هذا من حسن نية بلد يهتم بالأمن في المنطقة، يهتم بالتعاون بين المغرب والجزائر، يهتم بطي صفحة النزاعات في المنطقة تاعنا لكي نتمكن من مواجهة تحديات أكبر من هذا كله. وطبعا يعني أنت تغدق بالمديح على الإدارة الأمريكية سفير عمر، ووجهت دعوة إلى ترامب ليزور الصحراء. هل يعني هناك دعوة رسمية بالفعل ستصدر من المغرب لترامب؟ أختي العزيزة، والله كل ما يعني حركت يدي أو قلت شيء هناك في تحوير لما أقول ولما أعمله. هنا كذلك لازم أوضح ماذا حصل. في الأخير المستضيفة للبرنامج قالت لي السنة المقبلة سوف تحتفلون إن شاء الله. قلت لها إن شاء الله، وقالت لي ممكن يأتي رئيس ترامب يحتفل معكم. قلت أنا إن شاء الله، فأي شيء ممكن، فلست أنا الذي أدعو، وليس من اختصاصي أنني أدعو أو أتكلم مباشرة مع رئيس دولة نحترمه ونكن له كل محبة. ولكنك يعني قريب جدا من دوائر صنع القرار، لهذا يعني يقرأ البعض في تصريحاتك ربما أكثر مما تحتمل. ولكن وبمناسبة الدعوات للزعماء الأجانب لزيارة المغرب، كانت هناك دعوة من الملك المغربي لنتنياهو بزيارة المغرب في يوليو 2023، هل لا تزال هذه الدعوة قائمة؟ أنا هنا لكي أتكلم على القرار 27 ولست هنا لكي أتكلم على الدعوات التي أرسلها صاحب الجلالة. ولكن كل الملفات مرتبطة كما تعلم سفير عمر، إذن لا تريد الإجابة على هذه الجزئية، ولكن الملفات مرتبطة. يعني هناك من يقرأ في اعتراف إدارة ترامب بمغربية الصحراء مكافأة على التطبيع مع إسرائيل. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لم يكن اعترافه، لم يكن مكافأة للمغرب. مواقف الولايات المتحدة دائما كانت دائمة للجهود المغربية لحل هذا المشكل. وأريد أن أذكر هنا أن طبعا هذه ربما رد خير لما فعله المغرب منذ قرنين ونصف، لما كان المغرب أول دولة تعترف بالولايات المتحدة، وهو في اعترافه كتب أن المغرب كان أول دولة اعترف باستقلال الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ترد له الخيرين وتعترف بمغربية الصحراء، وهذا ليس له أي شيء يعني لا ترانزاكشن ولا اعتراف بإسرائيل ولا أي شيء. طيب، إبراهيم غالي زعيم البوليساريو لمح باستئناف الحرب، استئناف القتال، هل هذا وارد في رأيك؟
ما سيدي هذا الانفصالي دائما يلوح بالحرب. ما هو منذ يعني أكثر من 4 سنوات خرق اتفاقية وقف إطلاق النار الذي مضوها البوليزاريو مع الأمم المتحدة. ولا جيتي تقراي القرار الذي أرى فيه هنا يشدد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يقوض العملية السياسية. هذه الفقرة ما قبل الأخيرة في الديباجة ديال القرار تاع مجلس الأمن، وهذا يتوجه للسنغالي لكي يضع حدا لتهديداته التي لا تعنينا بشيء. لا أيضا يتوجه للمغرب، يعني ماذا سيكون رد فعل المغرب؟ وفي نفس الصعيد هذا كيف سيطبق المغرب هذا القرار في ضوء رفض الأطراف التفاوض؟ هل سيطبقه تحت عنوان سياسة الأمر الواقع؟ أولا أجيبك على ماذا سوف يرد المغرب في حالة يعني حصل أي شيء كما تقول هنا فيما يخص وقف إطلاق النار. السنغالي يعرف ردود المغرب على أي شيء يعمله، فهذا كل ما أريد أن أقوله. والحمد لله حدودنا ومواطنونا محميين. وصاحب الجلاله لما البوليزاريو اعلن نهايه وقف اطلاق النار، صاحب الجلاله رسل رساله للامين العام للامم المتحده يقول له ان المغرب يبقى رغم ما حصل يبقى ملتزم باتفاقيه وقف اطلاق النار إلا في حالة واحدة، هي الدفاع عن النفس، على المواطنين المغاربة وعلى الحدود المغربية. وأي أحد يتطاول على الحدود المغربية أو القرار بسياسة الأمر الواقع المدنيين، المغرب رد وسوف يرد. نعم. تطبيق القرار بشكل أحادي الجانب، هل هذا من ضمن الأوراق المطروحة مغربيا أو من ضمن السيناريوهات المتوقعة؟ لو كنا في نية تقرير يعني تطبيق القرار أحاديا، يعني تطبيق الحكم الذاتي أحاديا، لعملنا هذا من زمان. ولكن احنا نريد حل تحت أمر الأمم المتحدة، نريد اتفاق مع جميع الأطراف، نريد طي هذا الملف نهائيا. وطي الملف نهائيا لا يحصل إلا في إطار الأمم المتحدة وفي إطار قرار آخر. لما إن شاء الله نصل للاتفاق سوف نذهب سويا للأمم المتحدة لكي نقدم لهم الاتفاق ولكي يضعوا الصك تاعهم على هذا الاتفاق حتى يعتبر اتفاقا نهائيا وملزما لكل الأطراف حتى يعود السلم والأمان والتقدم والتعاون وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لوجودك معنا في بلا قيود على BBC نيوز عربي.